ونكمل مع برج الجدي ونقول له أيها الجدي، اكتمال القمر عندك، انت صاحب الفرح. اكتمال القمر في الدرجة 8 و14 دقيقة ببيتك الأولاني في منزلة سعد الذابح أيها الجدي. طيب، دي منزلة نحس وهقولها لك وش، يعني منزلة مش قد كده، القمر هيكتمل فيها. فالموضوع ده الأمور اللي هي مش مظبوطة هتتفضح، الأمور المدارية هتخرج، الأمور اللي كنت مداري عليها هتنكشف. الشمس في نفس الوقت في الدرجة 8 ببرج السرطان، ده بيتك السابع أيها الجدي في منزلة النصرة. يعني عندنا مواجهة بين الذات اللي هو أنا، انت كجدي يعني، والعلاقات مع الاخر، وانتقال حاكم الثامن لبيت الشراكات، وتفاعل الجدي اللي دمه تقيل مع السرطان العاطفي ابو مشاعر فياضة. اكتمال القمر يوم 29 يونيو في برج الجدي، يعني في الطالع مباشرة، يعتبر من اقوى لحظات الشهر بالنسبة لك، لأن القمر هنا هيسلط الضوء على نفسك وعلى ذاتك وعلى جسدك وعلى حالتك النفسية، والصورة اللي بتظهر بها قدام الناس هتلعلع وهتنور أيها الجدي. وجود القمر في الجدي يجعل المشاعر أكثر عمقا وثقلا، وكأن الجدي يشعر فجأة إنه شايل حمل كبير أو مسؤوليات متراكمة بقالها فترة. ومع وجود القمر داخل منزلة سعد الذابح، وهي منزلة معروفة بطبائعها الثقيلة واختباراتها النفسية وتأخيرها لبعض الأمور، يبقى الاكتمال هنا مش مجرد لحظة عاطفية، لكن لحظة كشف حقيقي للضغوط والمشاكل اللي الجدي كان مخبيها أو متحملها وهو ساكت. في المقابل الشمس موجودة في السرطان داخل بيتك السابع وفي منزلة النصرة، وده بيخلق مواجهة واضحة ما بين الأنا والآخر، بين احتياجاتي أنا كجدي أو أنت يعني كجدي الشخصية، وبين متطلبات العلاقات والشراكات. السرطان بيرفع الحساسية العاطفية عندك أيها الجدي، ويفتح باب للاحتياج والاحتواء والتفاهم، بينما الجدي بطبيعته يحاول يسيطر ويتحمل، فيظهر صراع داخلي بين الرغبة في الاستمرار بالقوة المعتادة وبين الاحتياج الحقيقي للراحة والدعم النفسي. وجود الشمس كحاكم للبيت الثامن بالنسبة لك أيها الجدي موجود في البيت السابع. الشمس بيجعل العلاقات خلال الفترة دي تحمل طابع مصيري أو عميق، وكأن بعض العلاقات تكشف حقيقتها وتدخل مرحلة جديدة من الوضوح. منزلة النصرة كمنزلة سعيدة بتفتح لك باب لبدايات جديدة في العلاقات والتفاهم، لكنها تفعل ذلك بعد ما القمر اللي في سعد الذابح ما يكشف لك كل ما كان مستخبي ومتراكم من تعب، من صمت، من ضغوط نفسية. تفاعل الجدي مع سعد الذابح يعطي شعورا بالثقل وبالمسؤولية وبالواقعية الحادة، بينما السرطان مع النصرة يحاول يلين الأجواء ويفتح مساحة للمشاعر والاحتواء. ولو ربطنا الهلال الجديد في الجوزاء مع اللي هو حصل يعني في أول الشهر مع اكتماله بقى بكرة 29 يونيو، هنلاقي إن الشهر ده عدى عليك كان عبارة عن رحلة انتقال من إعادة تنظيم الحياة اليومية والعملية إلى مواجهة الذات بشكل مباشر وفهم للاحتياجات النفسية والعاطفية الحقيقية. الشهر كان بدأ بإصلاح في النظام الخارجي للحياة، وينتهي اللي هو بكرة بفهم ما يحتاجه الجدي في عمقه حتى ان هو يقدر يكمل المرحلة اللي جاية بطاقة أخف وتوازن أكبر.